الذكرى المأساوية الثالثة لاحتلال مدينتي تل أبيض ورأس العين، حيث عانت المنطقة خلال هذه السنوات من ممارسة الاحتلال العثماني ومرتزقته الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق أهالي المنطقة. وخلال هذه الفترة مارس الاحتلال التركي سياسة التغيير الديمغرافي وتهجير الأهالي وسرقة ممتلكاتهم، وجعل المنطقة منبعاً للإرهاب وملاذاً آمناً لقيادات داعش، ولم يلتزم بمعاهدة وقف إطلاق النار الموقعة بين روسيا وتركيا من جهة وأمريكا وتركيا من جهة أخرى، وارتكب أفظع المجازر بحق هذا الشعب، وحاول مرارا التسلل وتوسيع رقعة احتلاله، ولكنها كانت قواتنا له بالمرصاد. ونحن اليوم في ذكرى احتلال مدينة تل أبيض المأساوية، ومنذ ذلك التاريخ والقصف مستمر على مناطقنا، ومنذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة والاحتلال يمطر مناطقنا بشتى أنواع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة، مستهدفاً منازل المدنيين والبنى التحتية للمنطقة. ولكن نحن في قوات سوريا الديمقراطية عامة وقوات مجلس تل أبيض العسكري خاصة سائرون على درب شهدائنا وعلى طريق مقاومتنا حتى تحرير كل شبر محتل من أراضينا، ونعاهد شعبنا في شمال وشرق سوريا عامة وأهلنا في الأراضي المحتلة خاصة بأننا سنرفع الظلم عنهم وسنحررهم من استبداد الاحتلال التركي، وسندافع عن هذه الأرض ضد أي اعتداء، وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن واستقرار مناطقنا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لمعتقلينا. قيادة مجلس تل أبيض العسكري 10/10/2022 بالنص.